ايه ده؟ انت ما عندكش دم ولا احساس. يلا يا حسام عشان الاكل هيبرد. ايه الجمال ده كله؟ يلا يا ماما عشان تاكلي معانا. ماما ايه اللي تاكل معانا؟ هتقعد تقرفنا وتوقع وتفتفت وتقرفني وتجيب اللي في بطني؟ ماما تقعد كده تاكل مع نفسها كده في الطبق لوحدها، عشان انا بصراحه ما بحبش ايه طريقه اكلها وتقعد ترعش كده بايدها. ومعلش يا ماما بقى السمك على قد انا وشيماء واختها، فهتاكلي بس الرز طعمه حلو قوي. مش عايزاه. خدي ياما، خدي مش ياما. ايه اللي مش عاوزه وتقولي لي حسام ما بياكلنيش؟ اتفضلي ياما، اتفضلي وقاعد براحتك الملايه على رجلك اهي. يلا 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 بسم الله. ايه انت هتفضلوا باصين لي كتير؟ ما تاكلوا. وفي ايه؟ براحتكم، وفرت انتوا الاثنين، انا اكل لوحدي. ده حاجه ده. انت ايه؟ ما عندكش دم؟ قاعد تدفع لوحدك ومش عايز زي الست الغلبانه امك. وسع وسع كده. كلمة ما عندكش دم دي شوية عليك. اتجننتي؟ انت ايه اللي عملتيه ده؟ منك لله يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت ايه اللي عملتيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، انت جاحد. انت شايفه اختك بتعمل ايه؟ وانت شايف اللي انت عملته صح يا حسام؟ ما قريتش الآية بتقول لك وبالوالدين إحسانا؟ ده انت هتتحرق في النار يا حسام حرق. وانتوا مالكم؟ دي امي مش امكم انتوا. امك تعمل فيها كده؟ انت تعملي كده يعني الجراد ترشيه بالميه كده انت بتغليني ازاي كده؟ يجي لك قلب يا اخي تاكل وتسيب امك قاعده كده؟ ازاي بتعاملها معامله زباله؟ يا اخي دي ماشي. امك يا اخي، انا امي لو عايشه والله العظيم ما هعمل معاها اللي انت عملته ده. عاجبك كده يا اما بتسلطيهم عليا؟ حقك عليا يا امي. ماشي انا همشي. امشي، محدش عايزك ولا طايق يشوفك. غور. ماشي. انت ازاي مستحمله جوزك؟ منك لله يا اخي، منك ازاي؟ لله. ده عامل امه كده، امال بعاملك انت ازاي؟ ده لسه هيشوف من معامله امه ده. يا الله، معلش يا امي، معلش حقك عليا انا والله. ايه يا استاذ اللي انا بسمعه ده؟ ها؟ انت حضرتك بتعامل امك معامله وحشه ليه؟ ها؟ نسيت اللي عملته عشانك؟ مين اللي رباك؟ مين اللي علمك؟ مين اللي صرف عليك؟ لغايه ما بقيت موظف كبير في البنك، نسيت ده كله؟ ناس اللي ربنا بيقول الجنه تحت اقدام الامهات؟ ايه يا استاذ ليه بتعملها كده؟ ها؟ بتعملها كده ليه؟ اتفضل جاوب. اجاوب ليه؟ ما انا انسان غلطان ووحش وقذر وجاي تعلمني الادب يا عم. اه يا حبيبي اعلمك الادب، انا عمك يعني زي ابوك، اكسر لك دماغك كمان، تسمع كلام وتعملها كويس. انت ناس انها وقفت جنبك في تعبك؟ دي راحت زلت نفسها واستلفت فلوس عشان خاطر تعالجك، وفي الاخر تعملها معامله وحشه كده؟ ينفع الكلام ده؟ ده انت كبير يا اخي، عيب عليك. يعني ايه ثابت؟ مش فاهم يعني. امي معاها فلوس كتير. يا عم معهاش ولا حاجه، دي راحت اتسلفت، هي فهمتك انها معاها، لكن راحت زلت نفسها عشان تعالجك وتخليك بني ادم. في ايه بعد ده كله؟ يبقى ده جزاء؟ ايه يا استاذ انت كبير، انا هعلمك ولا انت متعلم؟ مش عارف ان الام دي شيء مهم؟ يا اخي ربنا مش هيبارك لك لو انت ما عملتهاش كويس. في ايه؟ خلي بالك دي مراتك الله يرحمه، ولو مسيتها انا هكسر دماغك، فاهم؟ عقلك في راسك بقى، تعرف خلاصك. يعني يا امي تبقي سالفه الفلوس تقولي لي معاكي فلوس وانا اعمل فيكي كده؟ استغفر الله. ازيك يا امي، عامله ايه؟ الحمد لله. امي انا عارف ان انا جيت عليكي كتير ومفيش مبرر يخليني اعمل فيكي كده، بس انا عارف ان انت هتسامحيني عشان عارفه انا نيتي كويسه والله، ولو عملت حاجه بيبقى غصب عني، مش انا الانسان ده، وحقك عليا. انا غلطت وجاي اعتذر لك وحقك عليا. انا اسف، انا اسف بجد. ربنا يهديك يا حسين. طب مسامحاني من قلبك ولا تقولي لي كده وانت متضايقه مني؟ أهل زمان كانوا بيقولوا في مثل قلبي على وند الفطر وقلب والدي عليا حجر، مهما تعمل فيا يا حسام أنا بدعي لك يا ابني. يعني بجد مسامحاني يا امي؟ وانا والله العظيم عمري ما هعمل كده تاني. وعلى فكره انا من دلوقتي انا مش زعلان من شيماء مراتي اللي عملت كده، ده بيدل ان هي بنت اصول وكويسه وانا الوحش. بس اقول ايه طيب؟ انت اللي ربيتيني وبس، ما تستاهليش ان اعمل فيكي كده وانا ممكن اسبب في اللي انت تبقي عاجزه كده يعني من كتر قساوتي عليكي. وانت زي ما عمي قال لي اللي انت كنت بتستلفي وبتتذلي عشان خاطر تجيبي لي فلوس العمليه، وانا ما اعرفش اي حاجه من دي. همي نفسي بس ومصلحتي، بفكر في نفسي ولا بفكر فيكي ولا ارد لك اللي انت عملتيه معايا من صغري. بس انا اسف. كويس إن فوت يا حسام قبل ما أروح منك وبترجع تندم. إلا الندم يا حسام، إلا فراق الأم يا حسام كبير أوي أوي أوي. وكويس إن أنت رجعت لنفسك تاني.
حقك عليا يا امي، انا اسف. بالله عليك ما تزعلي مني. ربنا يهديك يا ابني ويصلح حالك. متعرفش انا ربيتك بايه يا حسام؟ عملت ايه عشان اخليك كده؟ مش ده جزاتي في الاخر يا حسام ان انت تقرف مني؟ حقك عليا يا امي، والله ما هتصل تاني، وانا هعمل اي حاجه عشان ارضيك يا امي. بس بالله عليك ما تزعلي مني وما تعيطي كده، عشان انا بجد ندمان. ولو مش عاوزين اقعد في البيت تاني مش هقعد في لا يا تاني. حبيبي ما اقدرش استغنى عنك. ربنا يخليك ليا ويهديك يا ابني يا رب. ربنا يهديك. ربنا يخليك يا امي، وانا مش يعني شويه كده هاجي اقعد معاكي تاني عشان ما تبقاش قاعده متضايقه مني. قرب لربنا يا حسام، صلي وادعي لربنا يا ابني. حاضر. هتلاقي كل حاجه كويسه معاك يا والله حبيبي. بصلي وهقرب من ربنا عشان يشيل الشيطان اللي في دماغي ده يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ده انت جاحد. نقطة المية المايه كلها جت عليا. حلو حلو حلو. المايه بقى الجسم كله. يلا كويس انت عارف. ما تغلطي اختك اللي عملته فيا ده وترشيه بالمايه كده. امشي غور، مش عايزين نشوف وشك تاني. تليفون